امين بانه في حال لم يتوج رياض محرز ستعتبر اكبر سرقه في تاريخ كره القدم. من المغرب ميدو بعتقد بونو بونو مرشح بقوه لجائزه افضل حارس وحتى كذلك ربما افضل لاعب، مثل المركز 14 في 13 في ترتيب الفيفا. من ترشح انت يا قاسي سعيد؟ اذا نتكلم على حسب النتائج نرشح محرز. الموسم هذا فاز مع سيتي ب3 ألقاب. نعم. الدوري، رابطه الابطال، وحتى كاس انجلترا. من واحد ما دار كما هو. لست ادري على مدى الكاف تستند حقا نعم. لاعطاء الجائزه، ولكن مثل ما تفضل الاخ محمد وقال محرز بالثلاثيه التي فاز بها مع مانشستر سيتي. صحيح ربما البعض يقول لك مثلا في دوري ابطال اوروبا ما لعبش كثير وكل شيء، لكنه شارك في الدوري الانجليزي، مساهم في كاس انجلترا ايضا، شارك في كل المباريات تقريبا الى غايه النهائي. محرز اعتقد بانه بالنتائج اللي حققها مع مانشستر سيتي الموسم الماضي اولى، بالنظر الى انه حقق ثلاثيه، ارقامه جيده. اذا متابعينا الكرام، كان هذا هو الخبر ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انكم ما تبخلوش على القناه باللايك والبارطاج، بالاضافه الى انكم تخليوا لنا الاراء ديالكم المهمه في التعليقات اسفل الفيديو. كنتمنى كذلك انكم تساهموا في اعاده القناه الى المجد ديالها السابق عن طريق وضع اللايك على اي فيديو كنطرحوه في هذه القناه ديالنا والقناه ديالكم بطبيعه الحال. وشكرا جزيلا لكم على المتابعه، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. شكرا لكم متابعينا الكرام.